مالك يا سعد؟ انت في حاجه مضايقاك؟ عادي. بختي. مش عايز ادوشك. طريف الزيتون لو سمحت. ما هو قدامك اهو. لا مش ده، التاني المقطع. مفيش حل البذر. المربى لو سمحت. حلو مع حادق. يا سيدي انا مزاج امي كده. الله يرحمها كانت زيك كده برضه، تاكل الحلو مع الحادق. الله يرحمها ازاي؟ انا الموضوع ده مبرجلني جدا. طب ما تقول لي يا سعد ايه اللي حصل خليك متضايق كده؟ الراجل المنتج اللي اقتنع بيا ومضاني عقد الفيلم طلع مجنون، ياخد الناس يسهرهم ويرديهم عشان يسلوه. بجد؟ اه والله، ده احنا ضربناه انا وكيتو والفونسو ومشينا. ضربتوه؟ مش بالظبط يعني، بس انا بحاول اوزن الحكايه عشان كرامتي. امال عملتوا ايه؟ زعقنا له جامد ومسحنا بيه بلاط الكافيه بتاعه لدرجه ان الجرسونات جم شالونا رمونا بره. لقيت الراجل صاحب الشقه الجديده اللي انا خدتها عايز الايجار، وقمت ضربه هو كمان. ضربه هو كمان؟ بالظبط يعني، ما انا قلت لك. بس ده زعقت له جامد بقى، زعقت له وقلت له انت مش عارف انت بتكلم مين والحركات دي. على الراجل البواب بالشلوت في قفايا. هو ايه يعني اللي هيحصل لسعد غير كده؟ يعني انت دلوقتي لا بيت ولا شغل؟ ما ينفعش اروح لنصار وكريمه. طب امال انت كده هتنام فين؟ بتصرف، واكيد الدنيا هتتعدل يعني. طب افطر بس الاول. طريف، صب له شاي. طب ما حميه احسن. اخلص. اخرس. نعم. لا انا بحبك عادي. اه. هدومك وحاجتك فين امال؟ بره هنا عند البواب بتاعكم. هفطر واروح اشوف اي فندق صغير كده بات فيه. لا انت هتقعد معايا هنا. لا انا مش بشتكي والله عشان... اسمع الكلام وقول حاضر. ايوه ما هو بس. اخلص. حاضر. انت رايح فين؟ هجيب الشنطه. لا انت تقعد تفطر، طريف هيجيبها. طريف، روح جيب شنطة سعد بيه من بره، طلعها له فوق وافتح له أوضة. نعم. حاضر حاضر. سعد بيه ايه؟ كان سعد باشا زمان. اه والله بس الزمن. ما تحملش هم أبدا يا حبيبي. يلا كل افطر. ربنا يخليك لينا. الحمد لله على السلامة يا شاعر. الله يسلمك. هو انت ليه خايف؟ خايف من ايه؟ خايف وخلاص. يعني خايف تعيش حياة طبيعية زي أي حد، مع إنك عارف أنت مين وابن مين. إيه اللي هيجرى يعني؟ ليه خايف؟ طب ما تجربي انت كده. أجرب إيه؟ حد يجي يقول لك انك مش نانسي ولا ابوك نشأت ولا امك شيرين. شوفي هتكملي حياتك ازاي. ما يمكن الحياة الجديدة دي تبقى أحلى من القديمة بكتير. بس انا عمري ما كان عندي حياه قديمه عشان يبقى في حياه جديده. انا حبيتك فعلا، مش عشان ابوك غني ولا عشان انت جميله. انا حبيتك عشان حبيتك. ده مش حب يا خالد، انت بس عشان عاطفي ويتهيأ لك كل كلمة رقيقة حب. الحياة مش بطيبة قلبك دي. يعني ايه؟ يعني انت تستاهل احسن مني بكتير. اهي الجمله اللي ملهاش 30 لازمه دي اللي بتتقال في نهايه كل علاقه فاشله. المهم خلي بالك من نفسك يا خالد. ودي تاني أزبل جملة في التاريخ. يعني إيه الواحد يخلي باله من نفسه؟ يعني إيه؟ سلام يا حب عمري. تسلم يا ذوق. هنجح من غيرك وهحب غيرك يا ريهام. إيه رأيك يا طريف؟ في إحساس كده صح؟ انت هتبقى نجم ولا؟ بجد وربنا. لو انا بقيت صاحب القصر ده هتبقى انت نجم. يعني مفيش فايدة؟ مين عارف؟ ما هي بتيجي مع الهبل دبل. هبل؟ طب قوم اعمل شاي يا طريف. بقول لك ايه؟ ما تكلم الراجل المنتج اللي شغالك بالكوسه ده يشوف لي دور معاكوا كده، ان شاء الله حتى الراجل الغني ابو البت اللي زبالتك. بص يا طريف، التمثيل مهنة صعبة جدا 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 جدا، ولازم تخوض في أعماق وتفاصيل الشخصية اللي أنت بتلعبها، ولازم تبقى ماسك كده كل أبعادها. أنت تعرف هاملت؟ مش صحاب يعني.
تعرف ماكبث؟ اه قوم اعمل شاي يا طريف. بس مش بلعه كده، عايز حته كمان. أنا اللي بالأمر المحال اختوى. شفت القمر نطيت لفوق في الهوا. طولته ما طولتوش وايه يهمني وليه؟ هايل. مدام بالنشوة قلبي ارتوى وعلى النبي. يعني إيه؟ مفيش حاجه في الشعر اصلا اسمها يعني ايه. برافو عليك. ليه بقى؟ لأن الشعر ده حالة والحالة؟ تنقل اللي بيسمعها من حالة لحالة. حلو قوي كده. وده يوصلنا لإيه؟ لتأثير الشعر. الشعر بيأثر في الناس ويغير طاقتها. ويحولنا لإيه؟ لطاقة جديدة أكبر. ها؟ وبيها بقى نقدر نحاول نفهم نفسنا. عشان اللي يقدر يفهم نفسه يقدر يفهم العالم كله. انتوا مذهلين. لا بجد مذهلين. مساء الخير. مساء الفل يا فندم. احنا اسفين على الازعاج. بنخلص اهو. حضرتك مبسوط من الولاد؟ مبسوط. ده ولاد حضرتك يا فندم بجد يعني قدره على الفهم والاستيعاب، لا والحب كمان مبهره. انت عارف انا قدرت اطلع بيهم بره المنهج، بره القوالب، اطلع بيهم بره الكليشيهات، اطلع بره العادي والقديم. تطلع بره بيتي كمان. نعم. ما احنا جايبين حضرتك عشان المنهج، علشان ينجحوا ويجيبوا درجات عاليه. ما هو مش مهم المنهج، المهم يبقوا بني ادمين. ومش مهم فلوسك اللي بتاخدها. ها؟ ولاد يا استاذ بني ادمين من قبل ما اشوف حضرتك. اتفضل فلوسك اهي، ولو انها حرام. واتفضل. فلوس حضرتك دي ممكن تشتري بيها حد يحفظهم لك ويرجعهم لك بغبغانات. بعد اذنكم يا اجمل حاجه حصلت لي. عند اذنكم انتوا عشان بجد هتوحشوني. خلاص انا مش قلقان عليكم عشان بقى عندكم شغف. حضرتك مش عن اذنك. سلام يا اولاد. سلام يا أستاذ موسى. افتحوا المنهج. والله الواحد لو بقى نجم كبير الفضل هيبقى للواد مسعد. اشمعنى يعني؟ خلاني افكر في كل كلمه قبل ما امثلها. اه والله، وفعلا كل كلمه ولها طعم زي ما كان بيقول. انت مشغول بايه قوي كده يا سعيد؟ احنا قاعدين نفطر مع بعض. انا لازم اتحرك عشان في عميل هقابله بعد 22 دقيقه. معلش بقى عن اذنكم. يا حبيبي الفلوس اتعملت عشان ننبسط بيها، مش عشان نبقى عبيد ليها. ما انا هنبسط بس بعدين عن اذنكم. الله، جميله قوي الجمله دي. الفلوس اتعملت عشان نتبسط بيها مش عشان نبقى عبيد ليها. جميله، انا بفكر احطها في اي مشهد. تحطها ازاي يعني؟ مش في سيناريو مكتوب؟ انا النجم. اللي اقول له صحيح انا اجيب بيه. ايوه. سعد نصار ولا سعد زركشي؟ نصار طبعا. ليه؟ عشان انت سعد نصار، مفيش زركش غير مسعد. ايه وانت زعلت ولا ايه؟ لا ليه؟ لحقك. طريف ممكن لو سمحت تناول لي الزيتون؟ ما هو قدامك اهو. لا المقطع مش الصحيح. خلص. قول لي يا سعد، انت مبسوط قوي بحكايه التمثيل دي؟ مش عارف. بص هو احساس جميل وما يتوصفش، بس برضه قلقان. من ايه؟ اني ما انجحش، ناخد فرصه كبيره قوي واطلع مش قدها. بس برضه ارجع واقول لك ماليش دعوه بقى، انا هتبسط واعمل اللي نفسي فيه، والنتيجه بقى دي بتاعت ربنا، ماليش دعوه انا. صح. طب حضرتك عدهم الاول. مش هتفرق برضك للاحتياط. صدقني مش هتفرق. المكنه موجوده وحضرتك مش هتكذب عليا. وبعدين يعني لو في غلط في رزمه ولا اتنين ملاليم. متشكر جدا. على فكره انا ما بشتغلش بمبالغ صغيره، بس حضرتك وشك مريح وانا ليا نظره في الناس. قول لي بقى، عندك شاليه في الساحل ولا لسه؟ لا لسه، بس مش دلوقتي. ليه كده؟ يعني الطلعه الجايه نكون جمعنا الفلوس. طب ايه رايك بقى ان انت هيكون عندك شاليه في الساحل؟ ها، عايزه كام اوضه؟ لا ما هو حضرتك مفيش فلوس، انا دفعت لحضرتك كل ما املك. انا قلت هيكون عندك شاليه في الساحل، يعني هيكون عندك شاليه في الساحل ومن غير مقدم، وقسط يا سيدي براحتك. الصيف الجاي الولاد هيكونوا بيبلبطوا، خلي العيال تنبسط.
يا ولاد طمنوني، عملتوا ايه في الامتحان؟ قلنا اللي نعرفه. جدع، انا كتبت اني بحب الشعر لانه بيغير حالتي. برافو عليك. اول مره ما غش من حد لاني قلت اللي انا معرفه بس. الله عليك، ايه الحلاوه دي؟ وانت ساكت ليه؟ اوعى تكون خايف من النتيجه. مش مهم النتيجه على فكره، المهم ان انا كتبت كلام مصدقه. يا سلام. انا كتبت موضوع التعبير عن حضرتك، سميته قبل الاستاذ مسعد، كان الموضوع عن القدوه. امسكوا دول اقروه، دي هديتي ليكم. امسك. مبسوطين؟ قوي جدا. يبدو أن الأبوة سر من أسرار هذا الوجود، معنى لا يدركه إلا من ذاقه